لو ما شفتش الجزء الاول من حكايه ارسل روح دلوقتي شوفه الاول علشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي. اما دي بقى هي الحلقه السابعه والجديده من الحكايه الجباره بتاعتنا. بنستكمل احداثنا بعد كده يا صديقي، وبنشوف ارسل لما اخذ القرار بتاعه ان هو يفضل في مملكه اليونور لفتره طويله، وده طبعا لحد ما يخلص تدريبه مع فريون وكمان يساعده في علاجه من نواه المنى اللي موجوده جواه بتهدد حياته بالخطر. بنشوف بعد كده ارسل وهو مع الجنيه الصغيره، وساعتها بيسالها ايه كل الناس اللي موجودين دول ورايحين فين كده، فبترد عليه وبتقول له ان هم عندهم اجتماع مع الملك والملكه، وبعدين بتديله سندوتش وبتقول له ما تركزش مع اي حاجه وخليك في حالك انت، واتفضل بقى يا استاذ كل السندوتش اللي في ايدك دوت علشان هنروح نتدرب بعدها. بيجي بعد كده وقت التدريب يا صديقي بالفعل، وبنشوف ارثر وتيسيا وهما بيتدربوا سوا. الجد وقتها بيقول لهم عاش يا حلو انت وهي، ولكن انتوا لازم تكونوا اسرع من كده بكتير، وبيدوهم بعد كده سيوف علشان يتدربوا على المبارزه، والعيال بتكون متحمسين جدا، وهوب هوب يا صديقي بيقطعوا بعض حرفيا. وقتها الجد بيبتسم وبيكون فرحان وبيتكلم مع نفسه بيقول هما كده زي الفل ومستعدين يعلوا الليفل كمان. التدريب بيستمر الوقت طويل قوي لدرجه ان تيسيا بتفرهد منهم حرفيا، بس ولكن ارثر بيكون عكسها تماما، ولا اي حاجه اثرت عليه وبيستمر مع الجد وقتها. والله عاش يا اخي، كم انت عظيم يا ارثر. المهم بعد كده فريون بيفضل ان هو يتكلم معاه بخصوص جوهره المنى اللي عنده، بيعرفه ان هو مع التدريب هيقدر ان هو يتحكم فيها، وهتظهر بعد كده واحده من الخواص الاربعه يا صديقي، سواء بقى الميه او النار او الارض او الرياح، ودي بتكون الخاصه بالمنى بتاعته، وبيعرفوا ان ده شيء هيتحدد على حسب ميوله واصول دمه كمان. وبعدها بيعرفوا ان عشيره الجن جوهرهم بيدور حوالين الميه والرياح والارض، اما الاقزام بيميلوا لعنصر الارض والنار. ولكن يا واد يا ارثر البشر طلعوا شياطين بجد، وهم اللي بيقدروا يتحكموا في العناصر دي كلها سوا. وساعتها ارثر بيتفاجئ جدا ان البشر هم الاقوى من كل الناس، بس فريون بيكمل كلامه بيقول ان سوء تدريب البشر خلى كل واحد فيهم يتحكم في عنصر واحد وبس، ونادر منهم جدا اللي يقدروا يتحكموا في العناصر كلها سوا. بس ساعتها تيسيا بتتنصح وبتصحح على جدها وبتقول له طب ليه ارثر ما استخدمش السحر بتاعه زي وقت المبارزه، فرد الجد وقال لها ان عنده مشكله جواه، لان المنى بتاعته حامله لاراده وحش شرير والطاقه بتاعته قويه جدا. ووقتها بالفعل ارثر ما بيعديش دقيقه عليه وبيحس بالم شديد جدا في جسمه، فالجد بيدرك وقتها ان الالم ده ناتج عن عدم توازن جسمه مع قوه اراده الوحش اللي موجود في المنى بتاعته. وساعتها ارثر بيفكر وبيقول ممكن الطاقه اللي موجوده جواه ديت انتقلت له عن طريق سيلفا التنين اللي كان قابلها قبل كده. بيكمل كلامه الجد بعد كده بيقول له علشان اعالجك يا باشا لازم اصلح الخلل دوت وارجع التوازن مره تانية. بس ساعتها طاوله اللسان اللي اسمها تيسيا بتتكلم وبتقول لجدها لا ده بيتألم بسبب الضرب اللي انا بديهوله. ارثر وقتها كطفل بيتضايق جدا من الكلام بتاعها، وبيرد عليها بيقول لها ضرب مين يا حلوه انت، ده انت على الله حكايتك خالص. بس الجد وقتها بيقول له مش عايز اضايقك يا ارثر، بس في عالمنا الطفل اللي بيقدر يستخدم المنى جواه هو في عمر ال10 سنين بيبقى موهوب، علشان كده انا عندي حفيده نادره جدا من نوعها لانها قدرت ان هي تستخدم المنى من جواها وهي عندها 9 سنين وبس، ومن وقتها وهي شاطره جدا في المعارك، وعلشان كده انا باخدها معايا لكل مكان. بعد كده الجد بيساله يا ترى انت مستعد لبدايه العلاج ولا لا، فالولد بيرد عليه بكل شجاعه وبيقول له مستعد يا باشا. بيحط ايده فريون بعد كده على ايد ارثر علشان يبداوا العلاج، ولكن فجاه بتخرج طاقه ذهبيه كبيره من صدر ارثر وبتطيح بفريون، وتيسيا كمان طويله اللسان بتترمي على الارض هي كمان، والولد بيصرخ ساعتها بعزم ما فيه، وبيقع بعد كده على الارض يا صديقي، وبتظهر علامات ذهبيه تحت عينه، وبعدها بيغمى عليه تماما. وقتها الجد بيقوم وبيقول انا مش فاهم ايه اللي حصل في المكان هنا، ويا ترى ايه السحر ده كله. وبعد فتره بيصحى ارثر يا صديقي وبيلاقي فريون قاعد جنبه وبيطمن عليه، وبيساله ساعتها منين الطاقه الوحشيه دي جبتها. ارثر بيسكت لدقيقه كده، ولكن بيرد عليه بعد كده وبيقول له انا هقول لك الحقيقه بصراحه كده، انا جبتها من تنين. الجد وقتها حرفيا ما بيكونش مصدق اللي هو بيسمعه ده، وبيقول له اوعى يا ولا انت تقول لحد على الموضوع دوت، لان طاقه التنين ده هتجيب لك المصايب يا ارثر. ارثر وقتها بكى بلطف وقال له كفايه خوفك عليا، انا مش هقول لاي حد ابدا. الجد وقتها بيقول له على ايه يا باشا، ده انت التلميذ بتاعي اللي انا بحبه وبدربه، وعايز اقول لك ان انا ممكن اخرجك من هنا خلال 4 شهور مش بس سنتين. الولد ما بيصدقش يعني، وبينط من على السرير وبيقول له احلف كده علشان اصدق. الجد بيرد عليه بعد كده وبيقول له ان في تبادل ثقافي هيحصل بين المماليك قريب، وهيفتح مدخل مدينه اكسيروس. وساعتها ارثر اول حاجه بيفكر فيها هي اهله، وبيبان عليه ان هم وحشوه جدا قوي. ساعتها الجد بيرد عليه وبيقول له لا هانت خلاص وما تعيطش يا حبيبي، وروق كده علشان بكره في تدريب اصعب من ما كنت تتخيل، انت لازم تستعيد صحتك من جديد. وبيسيبه بعد كده ويمشي. ارثر بيبدا ان هو يستريح طوال اليوم، وبيفضل بالليل يفكر ان 4 شهور مده قليله جدا على التدريب ومش هيقدر يعمل فيهم حاجه، بس ولكن ما باليد حيله. وهو بيفكر كده مره واحده يا صديقي بيلاقي البيضه بتاعه التنين اللي ادتها له سيلفا بتلمع بالوان كتيره، وبدات وقتها ان هي تتكسر، ومره واحده شاف كائن جواها بيخرج. بيبص لها بعد كده بكل دهشه وبيقول يا دي المصيبه، ده انا كنت فاكرها ان هي حاجه سحريه كده وخلاص، ده طلعت بيضه بجد وبتفقس. بس هو فجاه بيخرج منها كائن
كائن غريب شبه القطه وبيكون كيوت وليه جناحات صغيره ولونه اسود. ارثر وقتها اول لما بيشوفه بيبتسم له ابتسامه معناها ايه الكياته دي يا صديقي انت. بيشيله بعد كده من على الارض وما بيكونش عارف يعمل معاه ايه ولا ايه، ولكن بيتكلم مع نفسه بيقول هو تنين صغير بس ايه السكر والعسل اللي هو فيه ده. بيكون فاكر ان هو كيوت وسكر لحد ما بيجرب عضته، والولد بيفضل ان هو يصرخ من كتر الوجع، ولكن فجاه بيظهر وشم مكان العضه. بيصرخ وبيقول له يا ابن الغداره انت اللي عضتني كده، ولكن بعدها بيكتشف ان هو قادر يفهم كلام السكر الصغير اللي معاه. بيفرح وقتها ارثر جدا بالتنين الصغير اللي معاه وبيسميه سيلفا على اسم التنين اللي قبله قبل كده. بيبص ساعتها للوشم وبيكون مستغرب وبيقول ان هو واضح ان العلامات دي مهمه جدا ولسه هيكتشف منها حاجات كتيره. وبعد كده بيروحوا هما الاتنين في النوم زي القتله بالظبط. وتاني يوم يا صديقي تيسيا بنت المجنونه بتروح علشان تصحيه، واول لما بتدخل جوه بتلاقي التنين الصغير نايم جنبه، فبتصرخ مره واحده وبتقول له ايه الحلاوه ده، انا عمري في حياتي ما شفت حاجه كيوت كده، انا هاخده ماليش دعوه. التنين حرفيا بيتخانق وبيفطس تحت ايديها وبيبص البطلنا بيقول له خدني منها والنبي ده بنت مجنونه البنت ديت. المهم بيقرروا بعد كده ان هم يروحوا للتدريب سوا في الغابه، ولكن واثناء ما كانوا في الطريق بيظهر فريون قدامهم بشكل مرعب. بيخضهم هما الاثنين وبيخلوهم يصوتوا وبيقول لهم ان استعدوا للقتال دلوقتي حالا علشان هيكون قوي. وبيتحول بعد كده لشبح اسود بعيون صفرا مضيئه وسرعه مهوله. ارثر وقتها حرفيا ما كانش قادر ان هو يجاريه وبيستسلم على طول. وقتها الجد بيتكلم وبيقول له ان هو بيمتلك روح نمر الظل، ودي اللي بتتغذى من قوه الرياح، وده يعتبر نوع متقدم جدا من السحر، ولكنه بيستنزف القوه بشكل كبير جدا يا ارثر. وبعد كده بيخرج له سيف خشبي وبيقول له استمر في التدريب علشان اجي اكمل عليك كمان شويه. ومع الاستمرار كل يوم في التدريب يا صديقي ارثر بيبدا ان هو يتحكم في طاقه الوحش اللي موجوده عنده، والالم بيبدا يخف واحده واحده عنده، وكمان قوه الاستشعار زادت وبدا ان هو يجاري شبح فريون المخيف، وبقى اقوى من الاول بكتير يا صديقي، وقوه الذكاء عنده بقت عاليه كمان، وبقى يقدر ان هو يغلب تيسيا بكل سهوله. وبعد كده يا صديقي ما بيخلصوا التدريب بتاعهم الشاق دوت بيروحوا هما الاثنين سوا احتفال المماليك. اول لما بيوصلوا هناك بيقابلوا فيريوس وبيفضلوا ان هما ينقروا في بعض في الاول كده، ولكن بعد شويه بيكونوا اصدقاء جدا. بيكونوا وقفوا الحرب اللي بينهم شويه لانهم ما بيكونوش طايقين بعض، ولكن الخناقه المره دي يا صديقي بتتبني مع تيسيا اللي بتضرب فيريوس فجاه كده، وبيطلعوا هما الاثنين سوا يجروا من المكان زي العاده. ارثر وقتها اول لما بيطلعوا من المكان بيبدا ان هو يزعق فيها وبيصرخ باعلى صوته وبيقول لها انت بتعملي كده ليه شبه الاطفال، بطلي تعملي عقلك بعقل العيال الصغيره وافتكري في الاول والاخر ان انت اميره والناس كلها بتحبها. بس تيسيا وقتها بتتكلم بكل حزن وبتقول له ان هي غضبانه دلوقتي ومش طايقه نفسها لانها هترجع وحيده من تاني بعد ما يسيبها ويمشي، وما بتكونش قادره ان هي تسيطر على نفسها وبتسيب له المكان كله وبتجري وهي بتعيط، ولكنها في نفس الوقت مش بتهون على بطلنا ارثر، وبيروح لها بعد كده وبيقول لها بطلي نكد وتعالي نلعب سوا شويه، وبيقترح عليها ان هم يروحوا للغابه دلوقتي، وبيحاول ان هو يفكها ويخرجها من المود، وبالفعل بيقدر ان هو يقنعها يا صديقي، وبياخدها بعد كده وبيروح للغابه. واول لما بيوصلوا هناك بيشوف الكلاب اللي هي حررتها لسه بخير، وبتفرح جدا ان هم كويسين، وبيروح بعد كده يولعوا نار ويقعدوا سوا ويقضوا وقت ممتع. وبعد شويه يا صديقي بيكون النوم غلبها، بس حكاوي وحوش الاشجار بتكون رعبها جدا ومطيره النوم من عينها تماما، ولكن النوم سلطان يا عزيزي، وبتروح بعد كده في غيبوبه. بيمر الوقت بعد كده وبتعدي الايام، وبيجي اليوم اللي ارثر هيمشي فيه وبيودع الكل وقتها. الناس وقتها بتكون حزينه جدا على ارثر وبيفتكروا الذكريات الحلوه مع بعض، وبيكونوا عايزين ان هو ما يمشيش، ولكن فريون بيقول لهم ان هو لازم يمشي وبيديله بوصله سحريه عليها ختم العائله الملكيه، وده طبعا علشان تدله في الطريق بتاعها وما يتوهش. وبيودعه وقتها يا صديقي وبيقول له ان هو قضى وقت ممتع معاه، وبيقول له لو حبيت ترجع مره تانية هنا اهلا بيك في عالمك يا ارثر. الكل وقتها بيكون موجود في المكان يا صديقي، وبيبداوا ان هم يودعوا ارثر، والا البنت تيسيا ما بيكونوش لاقيينها تماما. بيفضل يدور عليها يمين وشمال، ولكن قبل ما يخرج من المكان بتيجي تيسيا جري عليه يا صديقي وبتحضنه وقتها. بيتكلم وبيقول لها ان هي هتوحشه جدا وان هو عمره في حياته ما هينساها، وهي كمان بتحضنه وبتفضل تعيط في حضنه. وفي مشهد مؤثر جدا والدموع ماليه المكان بيخرج ارثر بعد كده بعد ما بيودع الكل. وبعد رحلته طويله يا صديقي في الطريق بيوصل ارثر اخيرا لبيت ابوه وامه راي واليس، واول لما بيوصل هناك بيخبط على الباب ويتفاجئ ان في بنوته صغيره اسمها لينور بتفتح الباب. في نفس الوقت ده اليس كانت بتكون خايفه وبتجري تشوف مين اللي جه عندهم يا ترى، وبيبقوا مصدومين حرفيا لما بيلاقوا ان هو اللي موجود على الباب ابنهم ارثر. بيبصوا لهم وقتها بحزن يا صديقي وبيقول لهم بابا ماما انا رجعت خلاص ليكم ومش هبعد عنكم تاني. وبس لحد هنا يا صديقي تكون حلقه النهارده خلاص خلصت. تفتكروا ارثر بعد كده هيعمل ايه والصعوبات اللي هتواجهه في رحلته؟ ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. بس ولكن قبل ما نقفل الفيديو حابب اقول لك ان انت لازم تدعمنا بلايك رايق زيك كده علشان الملخص كان اسطوري بمعنى الكلمه. وبس علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده صلوا على النبي واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.